هو حاجة غريبة جدا، لا تعليق. هو في ايه؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ عايز اعرف كده، ده ايه ده؟ وصل بينا للمرحلة دي، وصلنا ان احنا نكون في المركز ال15. يعني انت بادئ بداية بسم الله ما شاء الله مبشرة، 6 بونت وفي المركز ال15. والله يا عال، والله وصلنا لمرحلة من أسوأ المراحل اللي احنا بنعيشها. يعني عندك الخطيب اهو خلاص، يعني مش هيكمل في النادي الاهلي، في رئاسة النادي الاهلي. لعيبة كتيرة بتمشي من النادي الاهلي، النادي بيفضي. يلا على البحري، الخراب بيكمل. النادي الاهلي الفترة دي احنا داخلين على ايام سودة، داخلين على اسود ايام هنعيشها. لا واخواننا الزملكاويه بقى المحترمين شغالين تحفيل بقى، ادي حقهم، والله حقهم، لان احنا بنستاهل كده، بنستاهل كده واكتر من كده كمان. 11 لعيبه كانوا بيلعبوا ما كانوش موجودين، دول عفاريت. مش انا بقولك عفاريت يعني بمعنى الكلمه محترفين كوره ولا اي حاجه، لا، دول اشباح، شويه اشباح مش موجودين من عدمه. مفيش 11 لعيبه. كانت انبي كانها بتلعب معانا حجز، ده مش حجز، ده لو الحجز احسن من كده. هو ايه ده بجد؟ ايه الاداء المخزي وايه الاداء العار ده؟ هو دفاع النادي الاهلي وصل بالدرجه دي بالطريقه دي؟ وعلى راس الحربه المهاجمين بسم الله ما شاء الله. منه لله اللي كان جه النادي الاهلي وعرفنا يعني ايه في مهاجم، منه لله بجد. اه والله ما كان مالي، كنت زماني معتمد على محمد شريف ووالتر بواليا ومروان محسن وجونيور اجاييه ووليد ازارو والناس اللي كنت بضحك عليها. جالنا واحد والله كان هداف الدوري المصري، كان هداف دوري المصري ودوري ابطال افريقيا، ظبط الدنيا كلها. هو انا نفسي افهم بجد والله، يعني هو مين دول اللي في التشكيله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شناوي وهاني والعش وبيكهام وكوكا وعطيه، عندك بين رمضان ديانج بقى اللي ما شاء الله. ادي من عدمه. ولا زيزو اللي هو طبعا احنا بقينا بنتريق عليه ونقول الحراوي ومش الحراوي ومش عارف ايه، وهو واخد نص قوام نادي الزمالك اهو. نادي الزمالك دلوقتي يعني بقى عنده لعيبه افضل مننا بكتير. وانت اللي يقول لك على يوم 29 استناني يا غريمي، لا دول هم اللي يستنونا. احنا احسن لنا لو بالحال ده ننسحب من الدوري احسن. اه والله ننسحب من الدوري. اصله ده مش اداء فريق، ده مش اداء النادي الاهلي خالص، ده مش اداء النادي الاهلي اللي انا متعود عليه واللي كله متعود عليه من الاساس. هو يعني ايه تريزيجيه؟ يعني الجول اللي جابه براسيته ماشي تشكر عليه، ولكن من ساعه يعني يقول لك مش انا اللاعب اللي انا اجيب جون كل 5 سنين واقعد افوت والكلام ده. هو ايه ده؟ تريزيجيه من ساعه ما جه الاهلي وحش. محمد شريف هو ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انا والله بجد عايز يعني مش عارف في ايه. ولا الشناوي التاني، هو يشكر عليه ان هو صد كام كرة كده حلوين، وطبعا كتر الف خير والشغل ده، بس ضربة الجزاء نقدر نقول انها يعني هي جت في العارضة والشغل ده والكلام ده. لكن تعالى بقى نيجي على الغلطة اللي كان عملها، اللي كان هيطرد فيها فعلا واللي كان فيها طرد اساسا، واللي هو لما طلع تدخل وضرب لاعب انبي مهاجم انبي وداخل دخله غبيه. هو ايه ده يا شناوي؟ الناس هتقول لي طب ما هو ابوه تعبان، لا ابوه توفى ويا اسطى ومش عارف ايه والشغل ده. طب ما هو لو ابوه متوفي، طب ما يقول للجهاز الفني، يقول لعماد النحاس، يقول له انا مش اقدر العب عشان نفسيتي. خلوا بقى شوبير ينزل، خلوا اي حد تاني ينزل، يا سيدي خلي اي حد تاني، مش شرط. هو في ايه؟ هو النهارده بس بصراحه برضو هاني كان ليه فايده، برضو محمد هاني عمل كام لقطه كده حلوه في الماتش، وعمل كام حاجه حلوه كده في الماتش وظبط الدنيا. وكوكا يعني برضو. انما ديانج لا، هو فين؟ هو ده اداء؟ هو ده لعب؟ هو ده النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي اللي انا
اللي انا بفتخر بيه وبقول القاره انا زعلان يعني والكلام ده والشغل ده، لكن امبارح المصري كسب، الزمالك قصدي كسب المصري 3-0، ماشي فرحانين والشغل ده تمام. بيراميدز النهارده كسب اوكلاند سيتي 3-0 في كاس الانتركونتيننتال النهارده. عشان نكمل الفرحة المصرية، لا انا بعمل اخطاء اكتر من كده كمان. نحن نختلف عن الاخرون، احنا اللي بنتعادل. هو انت لما هتلاعب سيراميكا بالطريقه دي سيراميكا دي لا مؤاخذه هتعمل لنا سيراميك على الارض على البلاط، هتلاقي اللعيبه كلها اتزحلقت. مش عايز اقول حاجات كتيره والله بجد، عشان حرفيا انا شايف سلبيات كتيره في الماتش ده، ومن ضمن كمان الجماهير اللي بسم الله ما شاء الله جايين بس منظر بس زهره، لكن تشجيع لا، كله عك في عك. وربنا يستر. سلام.